مبدئيا دي كانت حفلة تخرجي، كلنا بنبقى مبسوطين بالتخرج بتاعنا، وانا طلعت رقصت عادي يعني، وده ما اسموش رقص أصلاً. كان في بنات بتهز جسمها كله بدون ذكر اسماء. في ناس كتير بترقص سواء في حفلة التخرج او الفرح. هل الفرح بيفرق عن حفلة التخرج؟ هل البنت لما بترقص في حفلة التخرج ويعتبر مش رقص هتبقى مختلفة عن البنت اللي بتهز في اي فرح؟ ليه دول ما خدوش الترند ونقال عليهم كلام؟ ان شاء الله هاخد اجراءات قانونية قصاد اي حد شهر بيا. فجأة كده قلبت لي الشيخ كشك. بتحكموا عليا على ايه؟ مش انت اللي تقولي لي الحلال والحرام فين؟ كل واحد عارف الحلال والحرام، احنا كبار مش صغيرين. بتتكلموا على ان مثلا انت رقصتي قدام ولاد، في تجمعات، اللي هو الفرح مفيش ولاد ومفيش بنات، مفيش رقص، مش بيشوفوا بعض، مش بيهزوها جامد ولا ايه؟ طيب على الاقل انا رقصي ما كانش